حاجه وحده يشتركوا فيها كاع الفاشلين اللي دوك تلقاو في حياتك، وهذه خاصه اللي خصك تجنبها، وهي انك كي تجي تخاطب انسان فاشل ولا ما عنده والو في حياته وتبدي تقول له باللي خدم ودير دراهم ولا حوس تتطور في حياته ولا تقدم، يبدا يلوم والديه، يبدا يلوم حياته، ولا يبدا يلوم اي واحد يجي قدامه في الطريق على حالته اللي راه فيها دركا. سما حياته هي نتاج اسباب هو ما كان ما دخله فيهم. لقيت راسك تعامل كي من هاك، خصك تعلم واحد المهاره اللي هي السيلف اكونتابيليتي، ولا انك ترجع كاع الفشل اللي راه في حياتك سواء كان مادي عملي عائلي ولا حتى عاطفي لسببه الاساسي، واللي هو انت هو الشخص الوحيد اللي ادى الى ان حياتك توصل كي من هاك، ميبي بسبب قرارات غلطه اتخذتها من قبل، ولا بزاف اسباب انت كنت السبب الاول فيهم. كي تتعلم هاد المهارات تبدا تشوف حياتك من واحد البيرسبكتيف مبدل، وتبدا تشوف كاع نقاط الضعف اللي راهو فيك وفي حياتك، ولا كاع المشاكل اللي خصك تحله، وكاع المهارات اللي خصك تعلمه باش تقدم في حياتك، وتقبض نيشان الطريق اللي خصك تمشي فيها باش تولي الانسان اللي راك باغي توليه. ونتلاقاو في الفيديو الجاي.